هذه الرسالة لأهلنا في تونس. بدي كل تونس يسمع ويركز في الكلام هذا منيح، نيابة عني كغزاوي وعني وعن أهلي وناسي في قطاع غزة. احنا ربينا على حب تونس، احنا من مصغرنا واحنا بنحب تونس، وأشهد بالله انتو بريئين من الجرائم اللي بتصير هذه في حق الشعب الفلسطيني. انتو شعب عظيم وحكومة عظيمة كمان. والله العظيم شفت مواقف لرئيس تونس قيس سعيد حفظه الله، والله العظيم برأ ذمته امام الله وامام شعبه وامام عروبته كمان. اشهد بالله كثير ناس هتقول لك ايش عمل لك قيس سعيد، على قلية طلع وحكى كلمة حق من قلبه، مش خوفا من شعبه، حكى كلمة حق من قلبه. في بداية الحرب وقع على الجهاد وقال لك انا جاهز انا وشعبه وانا حكومتي للجهاد، رغم هو بقول لك انا بدي اشوف دول عربية تجهز. اجهزوا كليتكم وانا اول واحد بدي اوقع على الجهاد في فلسطين. هذا موقف. ثاني موقف، نزل استقبل اطفال غزة او جرحى غزة في مستشفياتهم ونزل لهم على المطار اخذهم في الاحضان. ثالثا، الشعب التونسي من اكبر المظاهرات عملها في الوطن العربي. الشعب التونسي نزل من بلده لحدود فلسطين، ولكن انتم بتعرفوا مين اللي وقفهم، اللي عملوا قافلة الصمود. انا بعرف 90% من الشعب التونسي مقاطع، 90% من الشعب التونسي بيعشق القضية الفلسطينية. لحتى الآن أنا كمؤثر على السوشيال ميديا ما شفتش ولا تونسي واحد أشوفه بيشتم في القضية الفلسطينية. أقسم بالله العظيم أنا شفت بعيني قبل هيك شغلات كتير بتعبر من حب تونس لأهلنا في فلسطين. والله يا أهل تونس، والله إنكم من الشعب من أكثر الشعوب المتضامنة مع القضية الفلسطينية، رغم ان انتم ما تدخلتوش عسكريا، ولكن عملتوا بدل العسكرية ما ضليتكم تتفرجوا علينا. وديتوا مال، وديتوا مساعدات، ونزلتوا مظاهرات وقطعتوا، ورئيسكم وفي، ورئيسكم طلع وتكلم بحق فلسطين، بحق القضية الفلسطينية وبحق اطفالنا شخصيا، طلع من قلبه، مش انه يبرئ ذمته امام شعبه، لا، برئ ذمته امام ربه، وقال لك انا جاهز للجهاد في سبيل الله من اجل القضية الفلسطينية. فعشان هيك كل الحب والاحترام من غزاوي لأهلنا في تونس، شعبة وحكومة. السلام عليكم.